يأمل المنتخب الموريتاني لكرة القدم في الدخول بطريقة مثالية في تصفيات كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025 عندما يستضيف منتخب بوتسوانا في مباراة ستكون اختبارا حقيقيا لقدرة النخبة الموريتانية ذهنيا وبدنيا على تجاوز مرحلة الفراغ التي مرت بها في الفترة الأخيرة. عندنا المباراة الأولى لكن أكدوا فيها أن جايين هون، ما جايين للتصفيات الأولى، جايين أن لكن أهلوا، لأن الجمهور الرياضي عند موريتانيا أصبح عنده المشاركة في أفريقيا شيء عاجي، معناه أن يارتن أكدوا نزيدوا أكدوا كل مرة إن شاء الله. علينا أن نبدأ على أسس جديدة في منافسة مختلفة ونواصل العمل بشكل جيد لنكون جاهزين للمباراة الأولى، وهذا هو هدفنا. المرابطون خاضوا الميران الأخير قبل المباراة في أجواء من التفاؤل والثقة في إمكانية رفع التحدي وتحقيق الفوز أمام منتخب بوتسوانا الذي يعتبر الحلقة الأضعف في المجموعة التي تضم أيضا مصر والرأس الأخضر. ملابس ما قد تبعوا أي منتخب صغير، كل المنتخبات صارت منتخبات متطورة، ونحن ما نقلج اي منتخب جانا، واللي عندنا الكامل ان شاء الله ينطوا حتى نقبل 3 نقاط ان شاء الله من هذه المباراه ان شاء الله. Pour chercher une qualification, il faut être performant à domicile. من أجل تحقيق تأهل جديد يجب أن نكون أقوياء على أرضنا وفي حالة جيدة لكي نستعيد الرغبة في تحقيق الفوز، وعلينا أن نبحث عن ذلك. منتخب بوتسوانا قدم إلى نواكشوط بتشكيلة مكتملة الصفوف وسيخوض المباراة متحررا من كل الضغوط وبقيادة الفرنسي ديدي غوميز الذي سبق أن ضرب المنتخب الموريتاني، ما قد يعقد مهمة منتخب المرابطون في هذه الموقعة الهامة. يراهن المنتخب الموريتاني لكرة القدم على استعادة نغمة الانتصار عندما يستضيف منتخب بوتسوانا في الجولة الأولى من تصفية كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025. المختار لليدالي، بي إن سبورتس، نواكشوط. وحقق المنتخب المغربي مستضيف نهائيات 2025 فوزا عريضا على ضيفه الجابوني ب4-1 لحساب المجموعة الثانية. المنتخب المغربي كان المبادر بالتهديف عبر قائده حكيم زياش من ركلة جزاء في الدقيقة 10. وفي الدقيقة 16 أتيحت للجابونيين فرصة تعديل من ركلة جزاء، فشل القائد بيير إمريك أوباميانغ في تحويلها إلى هدف. بعدها عاد حكيم زياش ليضاعف نتيجة الأسود في الدقيقة 26 من ركلة جزاء أخرى، قبل أن ينجح بيير إمريك أوباميانغ في تقليص الفارق من علامة الجزاء في الدقيقة 40. بعدها استطاع لاعب ريال مدريد إبراهيم دياز تسجيل هدفه الأول مع الأسود، والثالث لرجال وليد الركراكي في مواجهة مدينة أكادير، قبل أن يتمكن البديل أيوب الكعبي من اختتام الرباعية المغربية في الدقيقة 82 من أحداث هذه المباراة. الشوط الأول بشكل جيد، هذا صحيح، ولكن مع الأهداف من ركلة الجزاء ربما هدأ النسق قليلا، وكل الفريق كان يعرف ذلك بأنه يجب أن ندخل مرة أخرى في الشوط الثاني بكل، وهذا ما فعلناه. وكما تفضلت الترشح للبطولة بالتأكيد هذا معروف، ولكن نحن كفريق نريد أن نقدم أفضل ما لدينا في كل مباراة وفي هذه الأجواء. كيف قلتي هذه مقابله كتبقى معنويه، كنحضروا لها المستقبل القريب ديالنا ان شاء الله. الحمد لله دخلنا عازم نحقق واحد النتيجه ايجابيه، حنا الحمد لله عائله وخوت بعضياتنا، اللي كيدخل كيقضي الغرض، هذا هو الاهم. نفرحوا الشعب المغربي اللي كيتسنى منا الشيء الكثير. نتمنى ان شاء الله نزيدوا في العمل ديالنا، حنا غاديين خطوه بخطوه، المجموعه غدا الحمد لله كتقاد مزيان، نتمنى ان شاء الله الخير في المستقبل. قدمنا شوطا ثانيا افضل بكثير من الشوط الاول.